اجي نخوضوا في واحد التجربه باش نوضحوا شي حويجات. تصور معايا محمد اللي يلاه بدا تيقرا الباك وقرر انه مورا الباك خاصو يقرا برا المغرب. عنده جوج ديال الاختيارات، يختار مدينه اوروبيه بحال باريس ولا مدينه معروفه في الصين بحال تشندو. في البدو محمد مال ناحيه اوروبا وبدا تيتخيل راسو في الشوارع تيدور وجالس في قهوه كلاس، ولكن فاش بدا تيحسب التكاليف هو يحبس. في باريس لقى بلي الشهر ديال الكرا والماكله والترونسبور غادي تقام عليه بواحد 2000 ديال الدولار القليله. الاستوديو اللي صغير بزاف غادي يطيح بواحد 1200 ديال الدولار، والماكله والقهوه ديالها مهما كانت فيون غوز غادي تطيح بواحد 600 ديال الدولار. الترونسبور اللي غادي يكون فيه المترو مره الطاكسي غادي يتقام بواحد 200 اخرى. من جهه اخرى لقى محمد انه في تشندو يقد يكري ابارطمون مزيانه غير ب 400 ديال الدولار، ولقى بلي انه يقد ياكل يختار من بين مأكولات كثيره اللي ما غاديش تزيد على كما تنقولوا 3 ديال الدولار، وحتى الا كلا كل نهار برا غادي يخسر واحد 300 دولار في الشهر. ولقى بلي الترونسبور ديما حاضر وموجود ورخيص بزاف، اللي في الغالب غادي يتقام عليه بواحد 20 ديال الدولار في الشهر. هذا الفرق التكاليف في الحياه خلات محمد يفكر فيها من جديد ويعاود البلان ديالو. راه لقى بلي ماشي غير غادي يقتصد بزاف، راه غادي يقتصد ويجمع ديك الفلوس اللي بها يقد يسافر بها من بعد. لقى بلي يقد يتعلم واحد اللغه اللي هي جديده ويمشي لواحد البلاد اللي بعيده وما فيهاش بزاف ديال الاجانب. وحاجه اخرى اللي صافي خلاته انه ينسى اوروبا هي انه منين عرف بلي الجامعات تتوفر السكن للطلبه ديالها، شي حاجه اللي حتى دوله ما دارت هذه القضيه، يعني انه غادي يصرف غير واحد 200 ديال الدولار 10 المرات رخص من اوروبا. واللي خلاه صافي ما يعاودش يفكر في اوروبا هي فاش قلب ولقى بلي الجامعات الصينيه فايته الجامعات الاوروبيه في الكلاسمون. كاي واحد كيقلب على مستقبل وفي نفس الوقت يعيش مزيان، فراه هذه السيده انه يقرا في الصين. من بعد ما جا للصين لقى بلي ان الدنيا كالم وكاين الامان، حيت غالبا تيكون راجع من الكلاس في الليل، عرف بلي ستوريات ديال الكريساج والسرقه هذاك الشيء ولا غير ستوريات بالنسبه له، ما هذاك الشيء ما كاينش هنا في الصين، خلافا على اوروبا اللي كاين الريسك انك تخرج بالليل حيت تقد تكريسي الا كنتي دري وما الا كنتي بنت غير نسى. الحاجه اللي زوينه هي انه كان يقد يبقى هاز التليفون حتى مع 3 ديال الليل في يدو ويمشي لاي طريق وما كاينش اللي غيهضر معاه، وكان تيلقى البنات حتى هما خارجين في الليل تيدوروا. كاين اللي يلاه راجعه فهمتي من القرايه ديالها، كاين اللي يلاه راجعه للدار، الناس تدور عادي والكاميرات في كل بلاصه، حيت تلقى انه مقابل كل شخص في الصين كاين 3 ديال الكاميرات. واحد الحاجه اللي طرات لي واحد الليله كان غادي يجيب واحد الكاس ديال القهوه وخلى الصاك ديالو فيه كل شيء ومشى. قبل ما يخلي الصاك بقى حاير واش يدي الصاك واش يخليه، في الاخر خلاه ومشى. كان تيق في راسو باللي حتى واحد ما غادي يديه. فاش رجع من بعد 20 دقيقه لقى باللي الصاك ديالو باقي في بلاصتو وحتى واحد ما قاصو. حس بلي انه يقد يثيق في الشعب ديال هذه البلاد، حيت راه فرق كبير انك تكون حاسس بالامان من انك تكون خايف تكريسا في اي لحظه. التجربه ديال محمد مع الوقت بانت باللي راه تستاهل. الجامعه اللي اختار كانت جامعه مكلاسيه اللي كتوفر مرافق عصريه واكاديميك بروجرامز اللي مكلاسين على الصعيد العالمي. اللي خلاه مصدوم هو البنيه التحتيه ديال الجامعات اللي قد ما يلقاهمش حتى في الدول الاوروبيه. كلشي كان ديزايني باش يخلي ستودنتس فريمون يديروا ريزلت. حاجه اخرى اللي لاحظ هما انه كانوا التلاميذ من كاع البلدان دول العالم، ستودنتس من كاع القارات، كل واحد تيعلمك حاجه جديده ما كنتيش عارفها. هذا الميكس ديال الاجانب بفضل الجامعات عندهم دي بروغرام بالشينويه وبالونجلي اللي غادي يخلي بزاف ديال الستودنتس يفضلوا الصين. اما بالنسبه للاساتذه اللي لقاهم متفاهمين بزاف وعاطين الفرصه للطالب انه يبني معهم واحد العلاقه، وهذا الشيء خلاه يقرا مزيان يقد يعرض المشاكل ديالو على الاستاذ وحتى يلقى اذن صاغيه. ومن الديبار لقى بلي الجامعه فيها مكتب مسؤول على الاجانب اللي تيجاوب على كاع الاسئله ديال الطلبه وتيعاونوه يحل اي مشكله لقاها قدام. حيت راه كان اي طالب بلا هذه المبادره من الجامعه كانت غتكون الحياه في الصين صعيبه شويه صراحه، حيت غيكون كل شيء جديد عليه وعنده بزاف ديال التساؤلات اللي خاصها اجابات. احسن حاجه لقاها هي ان الجامعات عندهم دي كوبيراسيون مع شركات اللي تتخلي الطلبه انهم يديروا ستاج وفرص عمل اللي تتخلي الطالب مطلوب من بعد ما تيسالي القرايه ديالو. راه الا كنتي غادي تمشي تقرا في شي دوله فكر واش داك الدبلوم اللي غادي تاخذ غيكون صالح من بعد ما تسالي القرايه ديالك ولا لا، ولا غير غتسمى قرايتي في واحد الدوله ورجعتي. من ترسى محمد وشد بلاصتو في تشندو اكتشف واحد الحاجه اللي خلات حياته سهله وهي الترونسبور. فاش دار بحث سريع على السيستم ديال الترونسبور لقى بلي الصين عندها اطول خطوط ديال السكه الحديديه نتاع القطارات السريعه في العالم. السرعه ديالها اللي كتوصل ل 350 كيلومتر. مدينه بيجين اللي عندها اكبر سيستم ديال المتروات في العالم، يعني فوق من 400 ستاسيون اللي كدير اكثر من 4 مليار رحله في العام. الطوبيسات اللي ديما حاضرين ورخاص، ما كانش كيتسنى في الطوبيس اكثر من 5 دقائق حتى فاش كانت الديروه. الاخ محمد كان تيعجبوه البيكالات اللي كيتكراو حيت راه كان تيعجبوه يدور حتى تيطيح في شي بلاصه اللي هي جديده. جات واحد العطله وقرر انه يمشي لواحد المدينه قريبه، وكانت هذه اول مره غادي يركب في التران السي ار اس اللي كيوصل ل 350 كيلومتر في الساعه.
التران بصراحه كان واحد المعجزه هندسيه. التران مريح، وحتى منين تتوصل لاقصى السرعه ديالو تتحس باللي راه بحال اللي راه واقف. وهذا التران كان رخص حتى من المغرب فاش درنا مقارنه ديال. اما فاش نزل من التران فكان الطاكسي ديجا تيتسنى، حيت فاش كان في التران خدم لابليكاسيون ديال ديدي باش ياخذ الطاكسي. لابليكاسيون اللي فيها جوج ديال الحاجات مزيانين، انها رخص من الطاكسي وما تحتاج تسنى، كما جا على اللسان ديال الاخ محمد قال لك فاش تعيش هنا فقط غير من يدك غتحس بكلشي قريب ليك. اما بالنسبه للاقامه في الصين فلقاها باللي مختلف على الدول الاخرى. لقى باللي الاقامه تيطبعوها في الباسبور وما تكونش على شكل بطاقه. هنا غادي نديروا واحد الخرجه بالنسبه للصين، فباش تشد الاقامه ديالها فراه ماشي ساهل، حيت راه ما تشد الفيزا حتى تكون تستاهلها. هذا يعني انه عندك واحد الامتياز كبير وتتقد تستغل ديك الريزيدونس باش تابلي بزاف ديال الفيزات اللي غادي يكون المستحيل انك تاخذهم من المغرب، وغادي تاخذهم بكل سهوله في الصين. فالاخ محمد استافد من هاد لوبورتونيتي وابلي بزاف ديال الفيزات ومشى لشحال من دوله. وحده من الفيزات اللي ابلي لها هي الفيزا ديال الامريكان وخدا 10 سنين. محمد كان من الطلبه المجتهدين، والاساتذه ديما كانوا تيقترحوا انه يمشيو معاهم فاش تيكون دي كونفيرونس برا الصين. فلهذا هو استافد من التجربه هذه ومشى لبزاف ديال الدول عن طريق لي كونفيرونس اللي كانوا تيداروا برا الصين. فاش تخرج محمد فكان اول عمل لقى هو بروف في جامعه الكلاسمون ديالها مزيان. الجامعه وفرات لي ابارتمون كبيره وزوينه، والسالير كان 3500 ديال الدولار. هذا السالير تيبقى طالع مقارنه بالدول الاوروبيه، حيت المعيشه في الصين راه رخيصه بزاف اللي الا تقارنات بالامريكان واوروبا. حيت في الاخر ماشي مهم شحال تدخل في الشهر، ولكن شحال تيبقى لك في اخر من كل شهر، واش فريمون عايش ولا غير تجيب الخلصه مع الشهر قد. من بعد عام قرر انه يبدل الجامعه، واحسن حاجه هي انه لقى جامعه الكلاسمون ديال 14 عالميا. هذا تيبقى انجاز اللي ماشي ساهل ديرو غير الا كنتي في الصين، حيت فريمون تيشجعوا الناس اللي تخدم. كما لاي بلاد في الصين لها ثقافه عريقه، والبلاد اللي كبيره بزاف. باش نوضح لك الصوره، فراه باش تمشي من الشمال للجنوب فخاصك من 5 حتى 6 ديال السوايع في الطياره. كان الاخ ديالنا ديما كيستغل اي عطله باش يسافر للمدن الاخرى. فمن بين اجمل البلايص اللي زار كانت مدينه كويلين اللي فيها جبال شهيره، المنظر صراحه بحال شي لوحه فنيه. فاش كان تيسافر فكان تيمشي مع الدراري صحابو كل واحد من بلاد. الشيء اللي خلاه يعرف الثقافه ماشي غير ديال الصين بوحدها، فالثقافه ديال بزاف ديال الدول. تخيل معايا انك تكون درتي شحال من دوله وانت باقي في بلاصتك، حيت كل واحد تتلاقى به تيجيب معاه اللغه ديالو والثقافه ديالو معاه. وزيد على ذلك ان الصين فيها 56 اقليه عرقيه وفيها المسلمين بزاف، فراه ما كانش يلقى مشكل في الماكله منين كان تيكون مسافر، حيت المسلمين كانوا في اي مدينه مشى ليها. السفر في الصين عمره ما خيب الظن ديالو، كانت كل بلاصه مشى ليها الا تيلقى الناس جداد وتيعيش تجارب جديده. كاع الشناوه اللي تلاقاهم كانوا ديما تيسولوه بزاف ديال الاسئله. هنا بزاف ديال الناس غادي تقلق وما غاديش يعجبها الحال، حيت بعض المرات تيسولوا شي اسئله شخصيه وهما في الثقافه ديالهم حاجه عاديه. فاش تيسولك تيبغي يبين لك بلي راه مهتم بك وبغى يعطيك قيمه. بعض المرات كان تيعرض الاصدقاء ديالو وتيطيب لهم الاكل المغربي اللي كان كيعجبهم بزاف، وتيزيد اهتمامهم انهم يمشيو للمغرب. الشيء اللي خاصك تعرف هو انك فاش تمشي لشي بلاد اخرى فراك تكون تتمثل بلادك، تكون بحال واحد السفير. هنا غادي نديروا واحد الخرجه وغادي نهضروا على البنيه التحتيه اللي ديما تكون مهمه في تسريع التقدم ديال الدول. اولا كما سبق لي قلت، الصين فيها اكبر شبكه ديال القطارات السريعه في العالم، انظمه ديال المترو متطوره بزاف مقارنه باوروبا وبامريكان، اطول شبكه طرق سريعه في العالم، ثاني اطول برج في العالم اللي في شنغهاي، مدن ذكيه بحال خانجو وشنجن اللي تضمن التكنولوجيا في اداره المدن ووسائل النقل، المطارات اللي بمستوى عالمي بحال المطار ديال بيجين داشين اللي هو اكبر مطار منفرد في العالم، اكبر جسر في العالم الطول ديالو 164 متر اللي هو جزء من السكه ديال التران ديال بيجين شنغهاي. الصين فيها بنية تحتية للطاقة النظيفة، حيث فيها أكبر عدد من المزارع ديال الرياح والتركيبات ديال الطاقة الشمسية في العالم. مشروع نقل المياه من الجنوب للشمال الأكبر عالميا اللي غادي يوزع الماء من المناطق الشمالية الجافة، الميناء الأكثر ازدحاما في العالم ديال شنغهاي. هادشي كلشي تيعطيك فكرة على البلاد اللي غادي تجي تقرا فيها، راه ديجا فايته كلشي بسنوات. اما بالنسبه للتكنولوجيا فالصين باغا تولي نيميرو 1 في الاي اي، وهي ديجا دابا اكبر سوق ديال التكنولوجيا الذكيه، وديجا في استمرار تتطور في الاي اي باش تاخذ الرياده في هذا المجال. اما بالنسبه ل 5 جي فالصين في الصداره من حيث تطوير شبكه ديال الجيل الخامس ديال الانترنت. هاد التقنيه اللي كتخلي السرعه ديال الانترنت سرعه خياليه. فاش تجي للخلاص فراه تتخلص غير بالتليفون، هادشي اللي تيخليها من الاكثر تقدما في هذا المجال. الناس هنا راه خدامه غير بالويتشات والالي بي باش تيخلصوا اي حاجه. بالنسبه لي روبو فهي اكبر سوق ديال الروبويات في العالم اللي تخدم في مجالات متعدده
بحال التصنيع، بحال المستشفيات ولي سيرفيس. اكبر سوق عالمي ديال تصنيع السيارات الكهربائيه واللي في الرياده هي الشركه نتاع البيادي، عندها مكانه بارزه في صناعه السيارات. برامج الفضاء اللي عندهم برامج متقدمه واللي ديجا طلقوا مهمات كثيره للفضاء. برامج ديال البناء اللي هي الدوله الوحيده اللي تبني بنايه في واحد الوقت اللي هو قياسي. بالنسبه للاستثمار في البحث العلمي، فالصين في المرتبه الثانيه عالميا من حيث الانفاق على البحث العلمي والتطوير. هذه المعلومات تقد تبان لك بعيده على الموضوع ديالنا، مي راه العكس، خاصك ضروري تعرف البلاد اللي غادي تجي لها. بلاد شحال هي متقدمه، بلاد متقدمه في عديد ديال المجالات، حيت ماشي اي دوله ضروري خاصك تكون عارف فين راك غادي. فنتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. كان فيديو هضرنا فيه على لي زافونتاج نتاع الحياه في الصين، والى اي فيديو اخر ان شاء الله. خليونا في التعليقات ديالكم الاسئله، اي حاجه بغيتو تعرفوها، اي حاجه بغيتينا نهضروا عليها، فتقدروا تخليوها في الكومونتير باش هكذا تشجعونا تنكملوا. وشكرا جزيلا.